السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم سلو اللي كنصاوب ديما، كيجي صحي و بنين صراحه في نفس الوقت، بمكونات اللي ولا المقادير اللي راه بسيطه ومتوفره. على بركه الله غادي نحتاجو في هذا السلو زريعه الكتان. درت انا تقريبا واحد 250 غرام ديال زريعه الكتان، الزنجلان حتى هو، و إيلان، وغادي ندير واحد نص كيلو ديال اللوز، وغادي نخدم بالدقيق ديال القمح الكامل. النخالته غير هو غربلناه وكتكون هذيك النخاله رقيقه. وغادي ندير النافع البلدي، واحد 200 غرام ديال النافع يكون بلدي ضروري، ومع واحد 50 غرام ديال حبه حلاوه، والدقيق ديال الشعير تقريبا واحد نص كيلو. كاين اللي كيدير الدقيق ديال الشوفان حتى هو كيجي زوين، ولكن انا بالنسبه للسلو ديالي كندير فيه هاد الدقيق ديال الشعير مع القمح. اول حاجه غادي ناخذ هاد المقادير كاملين، غادي نديرهم في لاطاط وغادي ندخلهم للفران باش نحمرهم. يمكن لكم تحمروا في كوكوط ولا في المقله ديال الطيفال. مهم انا كتجيني هاد الطريقه عمليه، لانني كندير 2 طامات في الفران صافي دغيا، باش دغيا كنزرب عليه دغيا كنحمرو. مهم بالنسبه للوز غنخليه هو اخر حاجه. هاد الزرارع غادي نديرهم في كيف كتشوفوا حتى هما غادي نديرهم في الفران، وكل 2 دقائق غادي نبقى نجبد الطاوه ونحركهم باش ما يتحرقوش. غادي نخلط الدقيق ديال الشعير مع ديال القمح حتى هو في الطاوه، وغادي نخلطهم مزيان وغادي نديرهم حتى هما يتحمروا في الفران. الا كنتو كتشوفوا لي فيديو ديالنا لاول مره، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال الوصفات، وكنتمنى تدعمونا وتبارطاجيو الوصفات مع الاحباب والاصدقاء. كيف قلت لكم اللوز غادي نخليه هو اخر حاجه، حقاش ملي غادي نخرجوا من الفران سخون نيشان باش نطحنو. غادي ناخذ نصف الكميه غادي نطحنو باش يطلق داك الزيت ديالو نطحنو سخون علاش كنبخاليني، والنص الاخر غادي نهرمشو. واللوز راه ضروري، انا اللوز غنخليه كله بقشرته، ما غاديش نحيد ليه القشره. وغادي نبقى هكا حتى نكمل الكميه كامله ديال اللوز اللي عندنا. هاد السلو صراحه كيجي زوين وبنين، المهم انه كيجي صحي. يعني حتى لا صوبتي شي حاجه بهذا القوام اللي فيه وهذا الشيء، حتى لا كليتي شي حاجه كتعرفي راسك اش كليتي، يعني راه شي حاجه اللي غادي تنفعك، وكتعرفي زعما راه كليتي حاجه مزيانه. صافي وغادي ناخذ هذاك إيلان حتى هو غادي نطحنو مزيان، وغادي ندوزو في الغربال. وهذاك الشيء اللي شاط اللي غربلته باقي غليظ راه ضروري غادي ندوزو حتى هو في الماكينه نطحنو طحانه. ونكمل الزرارع الاخرين غادي نطحنهم. بالنسبه للزنجلان ما غاديش نطحنو كامل، غادي نطحن غير واحد الكميه وواحد شويه، نخلي واحد شويه باش نخلطو من بعد معاه. خديت القصري درت فيه هذاك الدقيق ديال الشعير وديال القمح صافي، وغادي نضيف ليه دوك المكونات كاملين الاخرين طحنتهم، إيلان، الزنجلان، حبه حلاوه والنافع البلدي، اللوز مهرمش. وغادي نزيد واحد شويه راس معلقه ديال القرفه، ومعاه واحد القبيصه ديال الملحه، وداك الزنجلان اللي كنا حيدنا قبل، زرارع الزنجلان اللي كنا خليناه صايم ما طحناهش. انا جاتني القصريه هنا صغيره، داكشي علاش خديت واحد البانيو كبير نقي ويكون ناشف. صافي وغادي نخلط فيه هاد المكونات كاملين، وغادي نضيف ليهم الزيت البلديه مع هذاك اللوز اللي كنا طحنا على شكل بخاليني. وغادي نزيد
العسل الحر. البنات اللي غيقول لك لا العسل الحر غالي وهذا، انا نفضل مادام دايره خاسره فلوسك في هذه المقادير ولا في هذا الشيء، من الاحسن وبغيتي تاكلي شي حاجه مزيانه ما كاينلاش انك تخلطي هاد السلو بسكر كلاصي ولا بالزبده ولا يعني شي حاجه اللي ولا بداك العسل الاصطناعي. من الاحسن انا في هاد المقادير احتاجيت غير واحد الكاس ديال العسل، يعني حتى لا باش يجيك هاد السلو يعني صحي 100%. ما ديريش شي مكون اللي غادي يكون يخرج لك على هاد المقادير وهاد الشيء. صافي وغادي نجمع هاد السلو غادي نخلطو مزيان حتى ينسجم. ويمكن لكم الا كانت عندك العجانه خلطيه فيها حتى هي راه كتعاون. صافي وغادي نبقى نزيد زيت البلديه وداك العسل حتى صافي نجمع السلو مزيان ويتجمع. وبالصحه والراحه ونتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وعواش مبروكه.